كيفاش نعرف تاريخ إنتاج إطار السيارة أو العجلة أو الرويدة؟ العلماء كينصحوا بأن أي واحد شرا شي عجلة خصو يشوف التاريخ ديالها، سيكون كيمر عليها أكثر من سنتين. لذلك يجب على السائق أن يقرأ تاريخ تصنيع العجلات عند شرائها باش يتأكد من هاد العجلة واش هي مدة طويلة مخزنة في شي مخزن، أو أن أصحاب الورشات قاموا بتلبيس الإطارات، يعني جددوا فيها وعاودوها من الأول. وباش نعرف أنا هاد التاريخ هذا كنقرأ في السيارة ديالي كاين بعض النقوش والكتابات والرموز اللي كتدل على التاريخ والنوعية والكيفية العجلة وما إلى ذلك. العديد من النقوش والأرقام والأحرف. حنا نشوفوا اليوم واحد الحرف فقط وهي كلمة دوت. إلا شفتوا معايا هاد الأرقام الأربعة 28 17، هاد 28 17 كتدل على أن 28 من الأسبوع، يعني الأسبوع ديال 28، و 17 هو العام، يعني 2017، يعني 2017 من الأسبوع 28. يعني هاد الرويدة مصنوعة في 2017 في أسبوع 28. إذا هنا نعرف بأن الرويدة أو العجلة واش بعيدة، يعني مصنوعة قديمة بزاف أو لا قريبة بزاف. يعني خصو يكون الرويدة كما قال العلماء بأنه خصو يكون عندها عامين فقط. إذا ضربت الرويدة عامين خصنا نبدلو العجلة ديال السيارة باش ما توقعش لنا انزلاق في الطريق، وباش ما يوقعش لا قدر الله شي حادث في السير في الطريق، بحال مثلا كتطرطق الرويدة او لا كتوقع بزاف ديال الامور خطيره جدا. هذا الانتباه ثم الانتباه للعجلات.